اجيو معايا تشوفوا واحد الظاهرة غريبة هي ديال زحف الرمال في المناطق الشرقية. اي واحد دار طريق ما بين تازة، قرسيف، تاوريرت، وجدة ولا الناظور غادي يلاحظ واحد الزحف كبير ديال الرمال، واحد التصحر، واحد المساحة كبيرة من المناطق الشرقية بسبب الجفاف اللي كتعرفوا بلادنا خصوص في السنوات الأخيرة، بسبب قلة التساقطات المطرية اللي شكلت وأدت بشكل كبير إلى تصحر واحد العدد كبير من الأراضي اللي كانت صالحة للزراعة. هاد الصورة اللي جبت لكم اليوم من السهل ديال بويحية في الطريق ما بين مدينة العروي ومدينة ساكا قرسيف. أي واحد جا مع الطريق غادي يلاحظ هاد الظاهرة ديال الزحف ديال هاد الرمال، وكأنك في مدينة صحراوية ولا في الأقاليم الصحراوية ماشي في المناطق الشرقية. هاد السهل هذا اللي كان يعني عنده واحد الدخل يعني كان مهم في الإنتاج الفلاحي، لا بالخصوص الفلاحة اللي كانوا في هذه المنطقة ولا بالخصوص في الإنتاج الداخلي الخام ديال الدولة المغربية. هاد الجفاف ولا توالي السنوات الجفاف أدت إلى تصحر عدد وزحف الرمال على مجموعة من الحقول الزراعية في هذا الإقليم، وهذا الشيء اللي خلى وأي واحد دار هاد الطريق غادي يلاحظ بأن واحد الهجرة كبيرة ديال السكان ديال هاد المناطق اللي هاجروا للمدن للبحث عن عيش أفضل. يعني هاد الظاهرة خص الدولة يعني دير شي تدخل استعجالي بالخصوص وقف زحف هاد الرمال اللي إلا بقات هكا يعني غادي تصحر واحد المنطقة كبيرة، واحد يعني مسافة كبيرة في هاد الأقاليم الشرقية. وأي واحد يعني جا ودار هاد الطريق مني كيبدا من تازة هو كيلاحظ بأن التصحر راه غادي كيرعى في هاد المناطق، يعني التصحر اللي خلى بزاف ديال المناطق غير صالحة للعيش، غير صالحة للزراعة، غير صالحة لأي شيء، وهذه ظاهرة خطيرة.